روتين يومي مع شوية أفكار كده حلوة للتوفير، وهعرفك ازاي تعملي جمعية مع نفسك من غير ما أي حد يخبط على بابك ويقولك أنا محتاج فلوس الجمعية، أو انتي ما دفعتيش ليه، أو انتي متأخرة عليا في فلوس الجمعية. انسي كل الكلام دوت. من هنا ورايح مع قناة دودي يوميات دودي هتوفري من غير حتى ما تحسي ان انتي بتوفري، وهتبصي تلاقي نفسك معاكي قرش كويس بإذن الله. عايزة تعرفي ازاي وامتى وهتعملي كده ازاي؟ يلا بينا. يا صباح الفل او يا مساء الفل، روتين جديد ويوم جديد، وربنا يجعله علينا وعليكم سعيد يا رب العالمين. ويلا بينا كده نبتدي الفيديو ونقول الافكار اللي معانا مع الروتين اليومي بتاعي في البيت. زي ما انتم شايفين كده هنعمل شوية حاجات كده حلوة في البيت، في المطبخ، مع شوية افكار كده ان شاء الله باذن الله تستفادي منهم. يلا بينا نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ويلا بينا نبتدي كده الأفكار بتاعتنا على طول. اعملي بقى كوباية قهوة حلوة كده وإيه، أو كوباية شاي اللي ملوش في القهوة، واقعدي كده اسمعيني ورتبي أفكارك وورقة وقلم واكتبي ورايا. اه والله هتستفادي بإذن الله. افكار كده حلوة وسريعة، وهتلاقي ان شاء الله باذن الله طالعة من الفيديو. لو انتي ما بتعرفيش تشيلي قرش او تحوشي او كل اللي جاي رايح زي ما بيقولوا، طبعا ما فيش بيت ما بيخلاش من الكلام ده كله، وكل اللي جاي فيه رايح وكله بيتصرف. بس بنقول الحمد لله ان احنا بنطلع من الازمات، بنلاقي نفسنا بنعدي الشهر على خير طول ما الحمد لله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك من ملك يقوت يومه فقد ملك الدنيا بحذافيرها. يعني طول ما احنا الحمد لله كويسين وبخير ونعم ربنا مغرقانا، حتى لو ما معكيش فلوس هتبقي الحمد لله. طول ما انت بتحمدي ربنا هتلاقي ربنا كرمك وفي زيادة بإذن الله. تعالي بقى اقولك كده في الفيديو ان شاء الله باذن الله. هنا انا عملت ايه، نشرت كده شويه غسيل، وكانت الجو كده فيه شمسيه حلوه، والحمد لله رب العالمين. قلت ايه انشر شويه الغسيل كده واظبط الدنيا. وتعالي على طول كده اقولك الافكار بتاعه النهارده في التوفير. يا صباح التوفير يا رايقين يا ستات يا امارات ويا بنات يا مسكرات. النهارده جايالكم بفكره عبقريه. فعلا فعلا لو مشيتي عليها ان شاء الله باذن الله هتدعيلي من قلبك. بس لو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك، وما تنسيش تشيري الفيديو مع اصحابك وحبايبك وعيلتك عشان يستفادوا، وشير في الخير ان شاء الله باذن الله الكل يستفاد من غير بقى وجع قلب ولا حسابات ولا نقعد نفكر ولا نقعد نوجع قلبنا. انا جايلكم النهاردة بفكرة ال10 جنيه. ايوه ال10 جنيه، ال10 جنيه هتعمل حاجة يا دودي؟ ايوه هتعمل. ال10 جنيه ما تستهونيش ابدا ابدا بالجنيه اللي هتشيليه. هتبص تلاقي جنيه على جنيه بقوا 10 جنيه. فاحنا دلوقتي احنا بنتكلم على فكرة العشرة في 30. يعني ايه العشرة في 30؟ وهي دي فكرتنا النهاردة، ان ال10 في 30 يوم، ال10 في 30 يوم، 10 جنيه في 30 يوم. هتبص تلاقي كده توفير محترم وروتين كده محترم انت عملتيه مع نفسك، واخر الشهر بإذن الله بقى معاكي مبلغ محترم من ما فيش. ايه 10 جنيه دلوقتي؟ ال10 جنيه دلوقتي ما بتكفيش تجيبي مصاصية بيها لطفل، ما بتكفيش تجيب كيس شيبسي، يا دوبك بيصرفها ويجي يقولك يعني ما بتملاش عين الولد او البنت اللي معاكي. حاجة بسيطة جدا. ال10 جنيه دلوقتي انت لما تشيليها كده وكأنك ما مش معاكي ال10 جنيه. وهقولك هتعمليها ازاي دلوقتي بدون اي انفار جمعية، بدون اي افراد، انت اللي هتعمليها مع نفسك بس. وفي النهاية هيبقى معاكي مبلغ محترم من ما فيش. هتبص تلاقي نفسك حابة لو نفسك تشتري حاجة انتي كان نفسك فيها، ان شاء الله بإذن الله بالفيديو دوت وانك تسمعي وتنفذي في شوية الافكار اللي فيه النهاردة. هي فكرة ال10 جنيه. هتبص تلاقي نفسك ربنا كرمك وقدرتي ان انتي تجيبي الحاجة اللي كان نفسك فيها من زمان ومش عارفة تشيلي لها قرش. محتاجة تجيبي اي حاجة دهب، قرش على قرش برضو بال10 جنيه اللي انتي مستهونة بيها دي. هتبص تلاقي نفسك ربنا كرمك وجبتي لك حاجة دهب. دلوقتي يا جماعة سبائك الذهب بقت بالربع جرام. يعني الربع سبيكة دلوقتي الربع جرام يعني حوالي 1200 جنيه، 1300 جنيه لو الجرام مثلا بحوالي 4 وشوية أو 5 وشوية.
هتبص تلاقي نفسك انتي لو بتجمعي القرش دوت وكل كام شهر جبتي بيهم سبيكة ربع جرام، يعني دلوقتي هتبص تلاقي نفسك سبيكة على سبيكة بقى معاكي حوالي جرام او 2 جرام او 3 جرام، على حسب ما انتي بتقدري توفري وعلى حسب ما انتي بتستغلي القرش ده ان انتي تجيبي بيه اي حاجة تركنيها لو انتي مش حابة انك تصرفي الفلوس. انتي دلوقتي لما تجيبي حاجة زي كده وتشيليها كمدخرات، انت جبتيها من 10 جنيه، انت متخيلة اللي انا بتكلم فيه؟ من 10 جنيه. ال10 جنيه صدقيني هتفرق معاكي جدا جدا جدا، بس لما تلاقيهم مبلغ على بعض اخر الشهر. هتعملي ايه بقى يا بنوتة يا جميلة يا مدام يا ست الكل يا اللي بتتفرجي على يوميات دودي؟ هتجيبي كده كل يوم الصبح اول ما تصحي من النوم كده تسمي الله وتودي وتصلي، وبعدين تجيبي 10 جنيه كده على الصبح كده من محفظتك او من بوكك او من شنطتك، وتجيبي ظرف كده على جنب تكتبي فيه ظرف ال10 جنيه او ال10 جنيه او مدخرات ال10 جنيه، اي حاجة يعني جملة تحفيزية كده بتاعتك انت تخصك، او جمعية ال10 جنيه او جمعيتي مع نفسي، اي حاجة اكتبيها على الظرف. بعد كده هتبتدي ال10 جنيه دي كده تقومي جاية معطراها كده بشوية برفان عندك او شوية مسك، وتقومي جاية حطها في قلب الظرف دوت. طب وليه عطرتها؟ عشان احس ان انا بعمل حاجة حلوة في حياتي، ان القرش اللي انا بشيله ده انا ان شاء الله باذن الله هعمل بيه حاجة حلوة في حياتي. اسمعي مني صدقيني الحاجات دي بتحفز جدا وبتنشطك جدا وبتخليكي داخلة على التوفير كده بنفس مفتوحة. حتى لو ال10 جنيه دي ملهاش اي 30 لازمة في يومك، هتبص تلاقيها بعد شهر بقوا مبلغ وقدره. فكرة كمان للظرف دوت، ممكن تعملي جدول كده في كراسة، ورقة كراسة، او تعملي جدول على الموبايل عندك، او تعملي جدول في الظرف نفسه من بره، وتعملي مثلا مربعات فيه لمدة 30 يوم، يعني 30 مربع. كل مربع انت حطيتي اليوم بتاعه اللي هو ال10 جنيه، حضرتك هتعملي في المربع ده صح، علامة صح ان انت حطيتي النهاردة، او بالتاريخ يعني تكتبي او تسجلي التواريخ. فعلى حسب ما انتي حابة وتنسقي كده الورقة انك دفعتي النهاردة الجمعية بتاعتك لنفسك 10 جنيه وحطيتيها في الظرف. واوعي تنسي ابدا ولا تفوتي يوم. وكمان فكرة عبقرية للظرف بتاعك ان كل اسبوع تغيريه، بلاش يبقى هو نفس الظرف. ممكن ترسمي عليه كده ورد من بره، ممكن المرة دي حطينا شوية برفان جواه، المرة الجاية حطينا رسمة كده تعبر عن ان انا بحوش او بدخر. اسمعي كلامي، تغيير الظرف برضو كل اسبوع بالمبلغ بتاعه، ان انت كده كملتي الاسبوع دوت ب10 جنيه، يعني 10 في 7 بكام؟ ب70 جنيه. انتي كملي كده كل اسبوع، يعني كل ظرف اعملي محدد لاسبوع معين في الشهر، يعني يبقى معاكي 4 اظرف، كل ظرف ب70 جنيه. احسبي بقى 140 و140 ادي 280 جنيه. وحضرتك بقى في يومين في الشهر كده بيبقوا زيادة، ممكن تحطيهم في اي ظرف، يعني حوالي 300 جنيه حضرتك حوشتيهم من 10 جنيه كل شهر. يعني هتبص تلاقي نفسك اخر الشهر معاكي 300 جنيه. 300 جنيه دول لو حضرتك جيتي حسبتيهم كده كل يوم انت بتشيل 10 جنيه من ما فيش حاجة كده لا تذكر انت وفرتيها في يومك. بس حاولي تلتزمي عليها. حابة بقى تزودي، لو انت بقى يعني ست بيت شاطرة كده وانت بتروقي بيتك كده وبتعملي روتين يومي، فكري ايه اللي تقدري توفريه النهاردة من البيت وتستغليه وتشيلي ال10 جنيه بتاعته كمان في الظرف. يعني مثلا انت النهاردة عايزة تجيبي شوية طلبات للبيت. طيب شوية الطلبات دول قاعدة افكر لو هما يعني محتاجاهم قوي للبيت هضطر انزل اجيبهم، مش محتاجاهم للبيت ومش ضروريين وممكن اقعد يومين 3 من غيرهم عادي مش فارق معايا، هضطر ان انا مثلا اشيل الفلوس بتاعتهم ولو 5 جنيه 10 جنيه 20 جنيه وازودها كمان في الظرف. يبقى انا كده ست شطورة مدبرة، ما بشيلش 10 جنيه بس، لا ده انا بوفر كمان ازيد من 10 جنيه. بس انا بقول الميكسيمم بتاع ال10 جنيه دي لأي حد، ممكن طفل صغير يشيلها على جنب، ما مش
هتفرق ولا هتأثر معاكي في مصروف بيتك. يبقى الأقل القليل بس مع الاستمرارية هيبقى بإذن الله خير كتير وتوفير كتير. وطبعا كلمتي اللي دايما بقولها لكم ان التوفير عمره ما كان حرمان، بل بالعكس هو امان الامان. يعني انتي بتدبري عشان هتحتاجي القرش ده في وقت زنقة. ربنا ان شاء الله باذن الله ما يزنقناش ابدا وما يعوزناش ابدا وما نحتاجش لحد ابدا. ودايما كده ساترنا وساتر بيوتنا وبافكارنا الجميله كده مع بعض كستات بيوت حلوين كده وبنانيت امارات، ان احنا نقدر ندبر ونوفر في بيتنا بأقل الإمكانيات. إن شاء الله بإذن الله هتقدري تجيبي كل اللي نفسك فيه وتستثمري كمان الفلوس دي. إن انت ممكن كمان ب10 جنيه ديت إنك تقدري تعملي مشروع صغير في قلب بيتك يدخلك أكتر من ال10 جنيه دي بمراحل. ازاي؟ مشاريع زي ايه؟ هقولك دلوقتي مشاريع زي ايه. ممكن تعملي مشروع صغير زي الاكسسوارات بتاع البنات القمر اللي هو بالخرز وشغل الخرز والحاجات الملونة والحاجات الجميلة دي. ممكن تنزلي معلش العتبة او اي مكان جملة بيجيبوا منه الحاجات دي حضرتك وتستخدميها وتعمليها في البيت باخر يعني المبلغ اللي انتي حوشتيه كل اخر شهر دوت. ممكن تنزلي تجيبي بيه البضاعة بتاعتك وتستثمري فلوسك وتكتريها وتزوديها. ممكن كمان لو انتي بتحبي تعملي اكل بيتي ممكن اخر الشهر تعملي ولو مشروع صغير كده، ان شاء الله مكرونه بالصلصه، ان شاء الله شويه كشري، ان شاء الله شويه رز بلبن في الفرن وتصدريهم للسوبر ماركت او الاماكن اللي بتباع فيها الاكل. لو حضرتك يعني حابه تستثمري فلوسك اكتر واكتر انك تجيبي مثلا مشاريع صغيره كده او روتينات صغيره انت بتحبي تعمليها، اشغال يدويه وتشتغليها في البيت وتحاولي تصدريها برضو للاماكن بتاعتها اللي ان شاء الله باذن الله تاخدها منك وتسوقها لك. ولو انت ما عندكيش مكان او ممكن كمان عن طريق جروبات واتس وحضرتك تعملي الحاجات دي وتعرضيها. لو عندك اصحاب وحبايب وقرايب والكلام ده كله على الواتس ممكن تعملي جروب خاص بشغلك اليدوي او المأكولات بتاعتك او تنظيف الخضروات او اي مشروع كده صغير يقدر يجيبلك منه قرش ودخل كويس ليكي تستثمريه فيما بعد. اعملي كمان تحدي مع نفسك انك ما تنزليش كل اسبوع تشتري متطلبات للبيت. هتبص تلاقي نفسك بتصرفي فلوس مش ملهاش اي 30 لازمة. ممكن ال القاعدة بتاعت كل 10 ايام في الشهر دي حلوة قوي وموفرة وجميلة، وبتلاقي نفسك انت عملتي منيو مع نفسك كده كل 10 ايام. وبتنزلي تجيبي متطلبات اللي انت كاتباها في الورقة ان النهاردة هعمل اكل كذا، بكرة هناكل بواقي الاكل اللي عملناه النهاردة، بعده هنعمل مثلا كشري، بعده هنعمل فراخ وبطاطس بقى كده، فاهماني؟ لمدة 10 ايام. فهتضطري تنزلي تجيبي لو انت عاملة في ال10 ايام دول مرة سمك مرة لحمة مرة فراخ. هتبصي تلاقي ان انت نازلة تجيبي متطلبات الاكل بتاعتك والشرب بتاعتك بس، مش هتصرفي زيادة عن اللي انت كاتباه في الورقة. يعني انت محددة اهدافك قبل ما تنزلي او محددة وجباتك اليومية قبل ما تنزلي خلال 10 ايام، فهتبصي تلاقي معاكي وفر. بعد ال10 ايام بقى دول حضرتك ما جبتي طلباتهم مبقي معاكي 10 جنيه، مبقي معاكي 15 جنيه على طول جري وفي الظرف بتاع الجمعية اللي انا عاملاه لوحدي ده. ايوه انا ست عاقلة كده وحلوة وجميلة وبعمل جمعية مع نفسي. ليه بقى؟ مش هقولك بقى ست، لا احنا عاقلين الحمد لله وبنعمل مع نفسنا جمعيات. بس فعلا فعلا الجمعيه دي هتفرق معاكي. مفيش حد هيجي يخبط على بابك ويقول لك مطالبه بفلوس جمعيه لازم تسديها. قدري في اي وقت انت ما معكيش الفلوس دي هتعملي ايه. لا انما انت لما حضرتك تعمليها مع نفسك انت حتى لو بالفرد مزنوقه النهارده مفيش النهارده خلاص هتعملي ايه؟ مش هتحطيها. لكن انا بقولك حاولي تجبري نفسك انتي ان انتي 10 جنيه من ما فيش كده انك هتحطيها في الظرف هتعمل معاكي مبلغ ان شاء الله باذن الله محترم. وبعد بقى ما قلتلك على قصة الجمعية دي ان كده 10 في 30 ب300، تخيلي كده في الشهر 300 جنيه في الشهر. تخيلي بقى كده حضرتك معاكي 12 شهر في السنة. يعني هتيجي اخر السنة بعد ال12 شهر ان شاء الله بإذن الله هتيجي تفتحي كده الحصالة اللي كل شهر بتشيلي فيها ال 300 جنيه بتوع الظرف اللي انت بتحوشي فيه. هتلاقي معاكي حوالي 3600 جنيه انت حوشتيهم من 10 جنيه. انت متخيلة اللي انا بقولهولك؟ من 10 جنيه والله العظيم هتفرق معاكي 3600 جنيه خلال السنة.
بعد كده عايزة بقى حابة تطلعي بيهم خروجة انت وولادك، حابة تجيبي بيهم حتة حاجة دهب، حابة تكملي عليهم وتروحي مصيف، حابة تشتري بيهم شوية اي متطلبات لازماكوا ليكي وللولاد، اي حاجة هتلاقي المبلغ والقرش ده نفعك وسترك. والحمد لله مستورين، ودايما كده يا رب يجعل بيوتكم وبيوتنا عمار، ودايما مستورين دنيا واخرة، ويفرحكم بحبايبكم ويفرحكم بأولادكم يا رب العالمين. وتعالي كده أقولك على شوية نقاط كده مهمة عشان تبقي ست بيت كمان منظمة ومرتبة. أول هام: واحد، اصحي بدري. اتنين، اشربي قهوتك. تلاتة، توضي وصلي. أربعة، نضفي بيتك كده على السريع. شفتي المرأة العنكبوت كده اللي باخطبوط اللي بتلم كده كل حاجة على السريع، الحاجات اللي مش في أماكنها وبرجعها في أماكنها تاني، واروق البيت واظبطه كده على السريع. اعملي كده. خمسة، اكتبي مصاريفك اللي هي في ورقة، اكتبيها اليومية، مصاريفك اليومية بتصرفي ايه وبتشيلي ايه وبتحطي ايه عشان تبقي مرتبة. ستة، شيلي ال10 جنيه على جنب اللي انا قلتلك اعملي جمعية مع نفسك بيها. سبعة، حضري أكلة أو وجبة اقتصادية كده من الفريزر بتاعك أو من التلاجة، بواقي التلاجة، وظبطي دنيتك وعدي يومك. تمانية، تسعة، خدي وقت لنفسك لراحة نفسية كده واستجمام مع نفسك بقى، شاور ودلعي نفسك كده في يومك وظبطي دنيتك، هتلاقي نفسك اليوم بتاعك عدى ومشي والحمد لله، واحنا في احسن صحة واحسن حال يا رب العالمين. واخر فكرة معايا، ممكن انك تصوري الظرف اللي انت بتشيلي فيه ال10 جنيه، وكمان لو ليكي اصحاب ليكي جروب صوريه وبعتيه على الجروب، بحيث ان انت تديهم فكرة او تشجعيهم على التوفير والتحويش، وتظبطوا الدنيا كده مع بعض. وممكن كمان تشيري الفيديو دوت على الجروب عشان الكل يستفاد، وشير في الخير، ولايك بقى لو استفدتي من الفيديو، وكمان سبسكرايب للقناة، وما تنسيش تفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد بنزله، وعشان نبقى ستات كده موفرين ومدبرين وشاطرين وأمارات. وخليكي دايما فاكرة ان كل حاجة كبيرة بتبدأ بحاجة صغيرة. يعني انا بدأت بال10 جنيه، بقوم 300 جنيه في الشهر، بقوم 3600 جنيه اخر السنة. انت متخيلة؟ يعني انا بدأت بحاجة صغيرة وفجأة ما شاء الله بقوم حاجة كبيرة جدا. فان شاء الله بإذن الله هتوصلي لحلمك وتوصلي لهدفك. اهم شيء الاستمرارية والمداومة على التوفير. مع الاستمرار هتوصلي لأكتر ما انت كنت متوقعة، وأكتر ما انت بتحلمي هتوصلي بإذن الله. وربنا يحقق أمانيكم ويحقق لكم اللي بتتمنوه ويرضيكم ويرضى عنكم يا رب العالمين. وما تنسيش تسيبي لي كومنت كده وتقولي لي هتبدأي بال10 جنيه ولا لأ، وتصلي على النبي كده في التعليقات، وتذكري ربنا، وتكتبي لي كده دعوة بظهر الغيب منك إذا الفيديو عجبك. وما تنسيش لايك وشير واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد وحصري انا بنزله في مجال التوفير والروتين والراحة النفسية، وكمان تطوير الذات والوعي. يعني قناة ملمة بكل حاجة تخص المرأة والسيدة والبنوتة العسل. وإذا وصلت معايا لحد هنا اقول لكم مع الف مليون سلامة، ودمتم سالمين وفي رعاية الله، وفي في امان وحفظه. وكنتم مع يوميات دودي، وانتظروني في فيديوهات جاية كتير بإذن الله عن التوفير. وما تنسوش كده تعلوا الفيديو ده بالشير وتعلوه باللايكات عشان يوصل لأكبر عدد منكم يستفاد بإذن الله. مع الف مليون سلامة، هتوحشوني.